إذا الميركاتو بيولع. كل سنة وانتم طيبين. النهارده في تصوير الحلقة دي أول يوم في عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. الميركاتو ولع. هتقول لي بقى ولع ازاي؟ أقول لك ميلان أول ما طلعته 70 مليون في تونالي قال له يابا توكل على الله، توكل على الله. ده أنا كنت مستني 50 45، مش متعود أنا على الأرقام المبالغ فيها دي. أقوى صفقة في الدوري الإيطالي منذ سنين، انتقال تونالي إلى نيوكاسل. ومفاجأة في ديكلان رايس هيروح أرسنال، هيروح مانشستر سيتي. الأرسنال النهارده قدم عرض يفوق اللي ويست هام عايزاه. ومين تاني؟ تمبر هيروح لأرسنال ولا لأ؟ الباك اليمين الهولندي اللي موجود في فريق اكس. و بقول لك ايه، في حاجات كتير لسه. يلا بينا نبدأ. نخش الأول في مين؟ جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي الهابط الى الشامبيونشيب. خلاص الصفقة إلى حد ما بنسبة 95% رسميا انتقاله بمبلغ يقارب من 40 إلى 45 مليون باوند إلى توتنهام. أول صفقة عليها، لا يعني أقول لك عليها إيه، أي حاجة. اللي هو توتنهام عملوا أي حاجة، قال لك هنجيب ديفيد رايا الجون بتاع برينفورد، وبعد كده راحوا جابوا جون تاني بتاع إيموبيلي. الدنيا مش ظابطة لغاية لما التقارير الصحفية أثبتت النهاردة إن جيمس ماديسون خلاص بنسبة 95% تم انتقاله إلى فريق توتنهام بسعر يتراوح من 40 إلى 45 مليون باوند. بصراحة صفقة في الجون وسرقة سرقة. يعني جيمس ماديسون يوم ما يلعب يروح يلعب في توتنهام. يعني ليفربول فين؟ طيب أرسنال مش عايزين، ماشي. مانشستر يونايتد فين؟ طيب يعني الدوري الإيطالي طيب فين؟ يعني أنت يعني توتنهام هتروح تعمل ايه في توتنهام؟ يعني ده انت اسمه ايه ده، ليستر كنت فيها اخدت بطولات. توتنهام يعني وفي الليله اللي احنا فيها دي الدنيا مش احسن حاجه. نخش على الصفقه التانيه اللي بعديها بقى، صفقه تونالي وميلان، وانتقال تونالي الكساندرو تونالي الى فريق نيوكاسل المرعب هذا الموسم. واتفرج على نيوكاسل لما يبدا الموسم. وصفقه تقدر بحوالي 70 مليون، اقوى صفقه في تاريخ الدوري الايطالي. والميلان احنا كده رايحين في داهيه بالنسبه لجمهور الميلان، الميلانيستا اللي انا واحد منهم. احنا كده رايحين في داهيه لما انت تفرط في عمود من العمدان الرئيسيه في فريق الميلان. كده احنا داخلين في حيطه. مبروك على جماهير نيوكاسل، ومبروك على جماهير الدوري الانجليزي اللي انا واحد منهم وبحب الدوري الانجليزي طبعا اكيد. ولكن الميلان شكله كده احنا رايحين في سكه ما يعلم بقى الا ربنا، ورايحين في نفق مظلم ربنا بس وحده يعرف اخره. لما انت تبيع واحد من الركائز الاساسيه، وانا سامع اللي مليون جاي له عروض ممكن تتوافق عليها او ممكن لا، محدش عارف. وهم بقى اخدوا ال70 بقى، هيجيبوا لنا بقى شويه عيال بقى زي ديكتلير بقى ومسياس ومش مسياس والعالم السكه دي. فمبروك على نادي نيوكاسل اللي هيعمل شغل عالي. انا حاسس اللي هو هيعمل شغل عالي اذا كان في الدوري او في كان في الشامبيونز ليج الموسم القادم. وموضوع الشامبيونز ليج ده هو اللي بيخلي اللعيبه عايزه تروح عايزه تلعب. هتقول لي طب ما الميلان بيلعب بس دوري انجليزي. نيوكاسل مشروع باين اللي هو فيه حاجه لسه هتتبنى، وفيه حاجات اللي هو مشروع مبشر بالامال كده لكل لاعب بيتعرض عليه نيوكاسل على الترابيزه، بعكس الميلان. الميلان الدنيا شكلها مغمقه. مبروك. طيب نخش بقى على الايه، على الليله الكبيره بتاعت ديكلان رايس. ديكلان رايس اتقدم له عرضين من ارسنال واترفضوا، ومانشستر سيتي قدم عرض واترفض. اخر عرض بقى اللي بتاريخ هذا اليوم اول يوم العيد، ان ارسنال قدم عرض ب 100 مليون باوند زائد 5 مليون باوند اضافات، يعني 105 مليون. هم كانوا عايزين 100 وقال لك في الاول هو ب 100. هل العرض ده هيتوافق عليه ولا لسه هيستنوا يسمعوا من فريق مانشستر سيتي؟ انا في وجهه نظري ديكلان رايس عايز الارسنال عن سيتي لسبب واحد. ديكلان رايس مش عايز يجرب التجربه بتاعه كالفين فيليبس اللاعب خط الوسط الانجليزي اللي كان مزامله في المنتخب الانجليزي وراح مانشستر سيتي قعد دكه ما لعبش غير ماتشين. وهناك في غفلقه في مانشستر سيتي في موضوع خط الوسط، مش هيروح يلعب اساسي. لكن هيروح ارسنال هو عارف متاكد مليار في الميه اللي هو هيبقى برنس الليالي رمانه الميزان، وممكن ياخد شرط الكابتن السنه الجايه اصلا. فانا في وجهه نظري
لو انت عايز ترضى الطرفين، اذا كان النادي بتاعك اذا كان ويست هام، ولا اذا كان غرورك انت او كاريرك انت لازم تروح ارسنال. وارسنال قدم العرض اللي كان ويست هام عايزه، قال لك ديكلان رايس مش هيطلع من عندنا غير ب 100، اخر حاجه دلوقتي 100 زائد 5 اضافات. هل هتسمع لسه من السيتي؟ حتى لو سمعت من السيتي، هي رغبه اللاعب اللي هتحدد الدنيا رايحه فين، بس انا اتوقع بنسبه تكاد تتعدى 70% اللي ديكلان رايس هيروح فريق الارسنال. هل ارسنال لسه بقى هيجيب حد؟ سامعين اللي تمبر رايح، تمبر المدافع الباك اليمين الهولندي اللي عنده بوتنشال عالي ولسه صغير في السن، ولو ان يعني تين هاج كان عايز يخش في الصفقه دي الموسم اللي فات، وما تفهمش ممكن الموسم ده الدنيا تتغير. مشكله الارسنال اللي هو بيقعد يتكلم وبيفضح نفسه ويقول لك انا عايز اللاعب ده، ويخش يقدم عرض قليل والتاني قليل، وبعد كده 5 مليون ولا 10 مليون بيفرقهم، يقوم نادي تاني جاي اخد الموضوع هيلا بيلا وشكرا سلام عليكم وعليكم السلام، عيشنا جماهير الارسنال في حلم وما تحققش. زي الموضوع بتاع مودريك الموسم اللي فات، اللاعب الاوكراني اللي راح في الاخر لفريق تشيلسي. لكن تمبر هم محتاجينه عشان يقلب بقى هو بين وايت يبقى سنتر باك، عشان هو مش عايز يلعب اصلا باك يمين، بس هو سدلك الحته دي الموسم اللي فات على احسن ما يرام بصراحه يعني حق يتقال. لكن تمبر هيبقى اضافه قويه جدا لفريق الارسنال مع الصفقات اللي هم عايزين يبرموها، وحط تحت عايزين دي 100,000 خط، ما هو مش كل اللي عايزه بياخدوه، يعني الجعان زي ما بيقولوا بيحلم بفرن العيش. لكن هتبقى صفقه مدويه. لسه بقى الدوري السعودي، لسه احنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على مندي في الهلال، على زياش في النصر، على لكن لسه الدنيا ما بقتش رسمي. لكن لما تطلع ان شاء الله الحاجه رسميا واللعيب متصور بالتيشيرت، ان شاء الله نطلع نتكلم ونقول على الميركاتو. ولو بتحبوا الحلقات دي لازم تعملوا ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب، اشتركوا في القناه لو مش مشتركين، بيجي لي ناس بتتفرج مش مشتركين. يا باشا دوس سبسكرايب ودوس على زر الجرس عشان يوصلك جديد من اول باول. كان معاكم خالد الشناوي، برنامج فار. سلام.